يطلع مين ده اللي عاوزني؟ انا كان عندي سياسيين واصحاب مراكز واصحاب ملايين ومسؤولين كبار وقتالين قتله وقوادين. سكر سعادتك من غير كان الواحد منهم عشان يقابلني يدخل زاحف ركع على ركب. سعاده الباشا هو عايز يشوفك، بس انت مثله الاعلى ومبهور بيك، وصورتك اهم صوره في الالبوم بتاعه، والمقابله دي فيها مصلحه لسعادتك. اسمه ايه قلت لي؟ احمد حبيب ابو المحاسن. لازم نكره حشره من حشرات السجن، ولا على بالي خالص. هو ما جراش حاجه لما نشوفه. قول له اتفضل يجي يتفرج على العرض بتاعنا وبعدين نتكلم. يا باشا ما ينفعش يحضر العرض. اولا ملوش في المزيكا، ثانيا ما بيحبش يلبس كرافات. يعني ايه؟ يعني حضرتك هتتفضل وتتكرم وتشرف عندنا. يبقى الصبح بدري. موظفين انا ما بيجوش قبل 11 12. انا بصحى من نجمه وبعد الو. ايوه يا زعلاء. بالذمه ايه؟ يعني قابلت باشتك باشا؟ عرفت تعطر عليه؟ واخباره ايه؟ زيه كده وزي صحته؟ يا ترى يعني لسه شديد زي ما هو ولا ايه؟ وماله؟ فيها ايه يعني لما تكون المقابله الساعه 7 الصبح؟ كتر خيرك علاء باشا. تصبح على خير يا ابن الاصول. لسه شديد وعافي وغتت. الحمد لله الزمن ما هدوش. افتكرتك. ايوه كده يا باشا. انا قلت لسيادتك من غير مؤاخذه يعني لا يمكن تنساني. انت كنت عجين السجن ها؟ ايوه يا باشا. تعرف يعني ايه عجين السجن يا اخ؟ لا والله يا فندم الحقيقه ما عنديش اي فكره. المساجين نوعين، نوع متوحش ونوع مستأنس. ناس منهم صخر وناس عجين. دول عايشين ودول عايشين. الصنف الاولاني بيحمي نفسه بقوته، والنوع التاني باستسلامه. ابو المحاسن كان مستأنس في السجن، كان حته عجين. هنعمل ايه بس يا باشا؟ الواحد قضاها سنين من غير مؤاخذه يعني كل ما تيجي ريح قطعت راسي. انا فاكر انك كنت احسن مسجون بينظف دورة الميه. والجزمه المراقبه طويله بتاعت سيادتك من غير مؤاخذه يعني حد كان بيعرف يلمعها زيي؟ الحقيقه يا ابو المحاسن انت كنت مسجون مثالي، وانا كنت بدلعك. يا باشا يا باشا الباشا، والله علاء باشا الباشا كانت ايامه احلى ايام احلى ايام. احمد باشا عاوز سعادتك معاه. مين احمد باشا؟ احمد باشا ابو المحاسن اللي قاعد قدام حضرتك. هو بقى باشا؟ ايوه. اسمع اخينا، بشوات الفلوس دول ولا ليهم قيمه عندي. انا لولا انكم ضيوفي كنت ضربتكم بالجزمه. عايز اشتغل عندك انت مسجون عجينه؟ خلاص بقينا ملطشه. يكون في علمك انت وهو فلوس المخدرات والقروض عمرها ما بتعمل بشوات. استنى بس يا باشا، مش قوي كده يا باشا. احمد باشا عنده مشروع كبير جدا ولثقته فيك عايزك تكون انت المسؤول عنه. الراجل عامل لك قيمه كبيره، انت كمان لازم تتعامل معاه بنفس الطريقه. مرتب حضرتك كام في الاوبرا؟ 800 جنيه. عند احمد باشا هيكون 3000 جنيه في الشهر. سوري، سامحوني انا ساعات بنفعل، لكن هي الشغلانه ايه بالظبط؟ هتعجبك قوي يا باشا. انا مستعد افهم سعادتك كل حاجه من غير مؤاخذه يعني لو سمحتني. كابتن علاء القلبون للباشا. تحت امرك يا احمد باشا، اتفضل يا فندم. عارف يا باشا من غير مؤاخذه يعني لما سعادتك تشوف القلبون ده هتفتكر احلى ايامك. فر فيه شويه هتلاقي نفسك مبسوط على الاخر.
اشكال مش غريبه عليا. اه الشغلانه دي يلزمها حصان. وماله يا باشا، نجيب حصان. يبقى اتفقنا. ايوه يا استاذ. الانسه احلام. زينهم، الحمد لله على السلامة يا زينهم. ده زينهم ابن خالتي كان مسافر الخليج وربنا أكرمنا ورجع الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا أستاذ. نورت بلدك يا أستاذ. الحمد لله على السلامة يا أستاذ. رحتك في بلدك يا أخويا، ما حدش بياخد من الغربة غير الوكسة. تعال اقعد. اقعد. على ما تشرب الشاي أكون بس خلصت المذكرة اللي في إيدي عشان أنزل معاك. أتجوزك أعمل بيك إيه؟ انت عايز عروسه تتفرج عليها، روح هات لك شريط فيديو هتلاقي فيه كل الاوضاع. ايه فايده انك تكلف نفسك من غير لازمه؟ انا حبيتك قوي. انا كمان عايزه احبك، بس مفيش في الدنيا ست عاقله وعندها مخ ممكن تحب راجل بيتفرج عليها وهي بتعري حته وتغطي حته. حسره عليا. يعني من غير مؤاخذه، يعني مسيرنا نرجع لوضعنا الطبيعي. اللي اتطبع على حاجه لمده 20 سنه ممكن يغيرها بعد كام سنه؟ يعني سنه، 2 بالكتير قوي، يعني 3. يا لهوي، هو العمر فيه كام 3؟ انا بكتيره اتحمل شهر اقول زبون ويعدي، انما اتحمل العمر كله ده انا كنت اتصف بدني. لا حبيبي، انا عايزه اتجوز راجل طبيعي. شوفي، انت حقك هتاخديه وزياده، وانا من غير مؤاخذه يعني هاخد حقي بالطريقه اللي تعجبني لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يصلح الاحوال ونرجع لطبيعنا وطبيعتنا. وانا ايش عرفني السجن بلاك بايه تاني؟ ده الجواز عشره. صدقيني مفيش حد في الدنيا هيسعدك قدي. بالفلوس مش كده؟ وحسن المعامله. انا يوم ما هبقى على ذمه راجل هكون اشرف ست واجمل ست واخلص ست واحسن ام واكتر ست تسعد راجل. بس اللي عايز يساعد يا ابو المحاسن لازم هو كمان يسعد غيره. كل واحد جواه الجرح بتاعه. انا واحده غيري كانت اتجوزتك وعاشت نايمه فوق فلوسك، بس الدنيا مش فلوس. انا عايزه اعيش دنيتي حلوه يوم ومره يوم، طعمه ليله مسخه ليله، مره ارقص في فرح، مره الطم في جنازه. عايزه طعم الدنيا مش طعم السجن اللي انت كنت عايش فيه.